السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هقدم معاكم القرنبيط لحبايبي المبتدئين، المقرمش من بره كده، الأكلة الشتوية الجميلة وطري من جوه وطعمه مسكر من جوه. ويلا بينا نبدأ معانا. أول حاجة هنا ببقى غالية مية مغلية، واحط عليها ملح وكمون. طبعا الكمون عشان يقلل الانتفاخات معاكي، والملح عشان القرنبيط ما يبقاش دلع. بتبقي مقطعاها وردتنا الحلوة الجميلة كده، وتغليه في مية مغلية، يعني مفيش 10 دقايق كده عشان ما يتهريش معاكي، ما تطوليش عليه عشان ما يتهريش معاكي. وهنا انا كنت مجهزه لكم الخلطه هقول لكم عليها عشان ما اطولش عليكي الفيديو. اول حاجه كوبايه دقيق، ربع كوبايه نشا، كمون، كزبره ناشفه، 2 توم، وببقى خافقه بيضتين، واحط عليهم شويه فلفل اسود كده عشان الزفاره، واحط عليهم. وطبعا ببقى برضو بتحطي عليها بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر، وكركم وكمون. طبعا الكمون روح القرنبيط. وتبقي مجهزة معاكي شبت وكزبرة خضرا تقطعيهم، بيدوا ريحة وطعم جميل. دي الخلطة معاكي بتجهزيها وتضربيهم مع بعض كويس، وبعد كده بتبدأي تقلبيهم. وهقولها لكم تاني: كوباية دقيق، ربع كوباية نشا، كمون، كزبرة ناشفة، 2 فصين توم، معلقة بيكنج باودر، 2 بيضاية بتبقي خفقاهم وحاطة عليهم فلفل اسود، وملح وفلفل وكركم وكمون. طبعا الكمون روح القرنبيط. وتبقي مقطعة كزبرة وشبت خضرة وتحطيه عليهم. ودي تبقى الخلطة بتاعتنا، وتقليها كده على طول في وردات القرنبيط الجميلة. طبعا اللي بيقرمش معاكي اللي هو النشا والبيكنج باودر، دول اللي هيقرمشوا معاكي القرنبيط. مش عايزه اقولك بقى جمال القرنبيط في الشتا ده، وتقدمي معاهم طحينه بقى وعيش وبألف هنا وشفا. وحابه بس اذكركم ان انتوا تشاركوا في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لايك للفيديو ما تنسوش. هنا كانت الدفعه التانية بقليها. انا طبعا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، وعملت لكم الخلطه وبعد كده جيت قلتها لكم. زي ما انتوا شايفين هنا القرنبيط طلع بألف هنا وشفا. طبعا مقرمش، زي ما انتوا شايفين بألف هنا وشفا. تعالوا اتفضلوا معانا، وشوية طحينة بقى وعيش، ويلا بينا.